الواحد بقى يشوف عجائب الدنيا السبعة مع العملاء. كل عميل يخش يقول لي ايه بعد ما بخلص له البوتاجاز: هو انت عملت فيه إيه؟ هو انت سويت فيه ايه؟ يعني غيرت لي الخمس عيون؟ يا استاذ بص على بوتاجازك كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. يا استاذ بص على النظافه، بص على الداخل. يا استاذ ما انا عزلت لك حراره يا استاذ، وعملت لك المحابس اللي بايظه، وغيرت لك الكوبايات، ولمعت لك الاستانلس، وخليت لك البوتاجاز جديد تاني. يا استاذ عملت لك فيه ايه؟ انت عايز ايه يعني؟ الخمس عيون يبقوا 10 عيون؟ عايز الفرن بدل ما هو 90 سم يبقى 180 سم؟ هو بوتاجازك يا استاذ وانا رجعته جديد، اكيد انا اشتغلت عليه وتعبت عليه. تقوليش عملت ايه بعد ما تصلح وبعد ما تجدد. اجي اطلب فلوسي زي ما اتفقنا، زي ما تديني، ما تبخلش عليا بحاجه. يعني ده بوتاجازك بالله عليك اللي كان في الاول. مش بتكلم على البوتاجاز ده بعينه، انا بتكلم عموما. بوتاجازات كتير قوي، ناس كتير قوي بعد ما بخلص لها الصيانه: هو انت عملت فيه ايه؟ هو انت سويت ايه؟ لا اله الا الله. وكل ده ليه بقى؟ عشان ما يدفعش فلوس اللي انا اتفقت عليها. زي ما انا اديتك الخدمه على اكمل وجه، اديني فلوس اللي انا اتفقت عليها. على فكره يا جماعه، انا مش بتكلم على صاحب البوتاجاز ده عموما، انا بتكلم اللي فيه زباين كتير قوي بتقابلني كده. بصراحه دي حاجه مضايقاني قوي، بتضايق اي صنايعي.